السلام عليكم. لو عايزة تاكلي الجلاش بطريقة جديدة ومختلفة طعم حلو جدا، اعملي الجلاش بالطريقة دي. يلا بينا نجدد في أكلاتنا. الطريقة التقليدية بتاعة الجلاش بالطريقة دي هيعجبك جدا، وطعمه حلو ومختلف، وهيعجب أولادك. لو جربتوا الجلاش بالطريقة دي هتنسوا الطريقة القديمة للجلاش. هنحتاج ربع كيلو لحمة مفرومة، وبصلة متوسطة مفرومة، ومعلقتين صلصة. اجي بقى كده على النار في طاسة، احط معلقة سمنة، لما تسيح انزل عليها بالبصل واشوحه. مش عايزة احمر البصل، اشوحه بس. لما يبقى لونه ذهبي كده انزل عليه باللحمة المفرومة، افردها كده في الطاسة واحط عليها البهارات: معلقة صغيرة ملح، نص معلقة فلفل اسود، ورشة صغيرة كمون، ورشة صغيرة شطة اختياري، ونص معلقة بابريكا، ومعلقتين الصلصة. واقلبهم مع بعض. هضيف كمان ليهم طماطمايه مقطعاها قطع صغيرة، واقلبهم مع بعض واسيبهم يكملوا تسويتهم. عايزة اسوي اللحمة نص سوا عشان هتكمل تسويتها مع الجلاش. يلا بقى نجهز الصينية بتاعتنا. معايا هنا اللحمة اللي احنا عصجناها، ونص كيلو جلاش، ومعايا جبن مبشورة. جبن اللي معايا جبنة شيدر، وجبنة رومي، وجبنة موتزاريلا، ونص كوباية سمنة سايحة، وكوباية ونص لبن، وزيتون مخلي شرايح، وقرنين فلفل مقطعاهم قطع صغيرة. اجي بقى كده في الصينية اللي معايا دي مقاس 28، ادهنها كده بالسمنة، واحط بقى كده الجلاش فيها. وادهن بالسمنة. اجيب 3 طبقات مع بعض وافردهم في الصينية. مش هحتاج افرد طبقة طبقة وادهن بينهم، 3 طبقات وادهن بينهم. اجيب الجلاش كده وافرده في الصينية. السمنة عايزاها تكون سايحة، مش عايزاها تكون سخنة قوي. وادهن بينهم. بس انا كده حطيت نص كمية الجلاش. احط بقى اللحمة اللي احنا عصجناها. اللي مش عايز يضيف طماطم على اللحمة مفيش اي مشكلة، بس الطماطم بتدي اضافة وطعم حلو جدا على اللحمة. وفي الصينية دي فردت كده اللحمة. اجيب بقى بقية كمية الجلاش وابدأ افردها في الصينية كده وادهن بينهم.
أنا كارلا ودي قناتي كارلا في المطبخ. لو عجبتكم القناة دوسوا اشتراك ولايك. أنا كده فردت كل كمية الجلاش، أقطعهم بقى. السكينة اللي أقطع بيها الجلاش لازم تكون سكينة مشرشرة عشان تقطع معايا بسهولة ومش تبوظ الجلاش. لازم الجلاش نكون مقطعينه حتت كتير عشان لما نسقيه يشرب السائل اللي احنا هنسقي بيه كويس، لأن السائل بينزل من فتحات التقطيع. أجيب بقى اللبن، كوباية ونص لبن، أحط معلقة صغيرة ملح ونص معلقة فلفل أسود وأقلبهم مع بعض. واسقي بقى باللبن ده الجلاش. الملح والفلفل الأسود اللي بنحطه على اللبن فايدته إن بيملح وبيبهر الجلاش. أوزع كده اللبن في الصينية كلها وفي كل تفاصيل الجلاش. عايزة اللبن يكون كتير عشان الجلاش يبقى طري، مش عايزة الجلاش يبقى ناشف. اللبن سخن أو بارد مفيش أي مشكلة. هدخل بقى الصينية دي في فرن أكون مسخناه قبلها ب5 دقايق على الرف اللي في النص على درجة حرارة 200. أسيبها لمدة ربع ساعة وبعدين أطلعها. بعد ربع ساعة طلعتها، أحط بقى الجبن كده على الوش. أنا محطتش الجبن من الأول خالص على الجلاش عشان الجبن مش تنشف معايا ومش تتحمر. أنا عايزة الجبن بس تكون سايحة وتكون محتفظة بطراوتها وبالمطة اللي فيها. حط بقى كده الفلفل والزيتون. اقدر بدل اللحمة احط اي مكون تاني احبه، احط مثلا سوسيس او بسطرمة. كمان اقدر احط اي نوع جبن انا احبه، لو عايزة اضيف اي نوع كمان او عايزة اشيل اي نوع من انواع الجبن دي. حطيت الجبنة الموتزاريلا كمان. ادخلها بقى تاني الفرن عشان تكمل تسويتها. بس كده الصينية بقت جاهزة. خدت معايا في الفرن نص ساعة. مجرد ما الجوانب تبقى لونها ذهبي اطلعها على طول، مش هسيبها اكتر من كده عشان مش عايزاها تنشف. شايفين بقى كده شكلها؟ شايفين شكلها جميل ويفتح النفس ازاي؟ جلاش عايزاه يكون طري. جربوا الجلاش بالطريقة دي، طعمه حلو جدا ومختلف. شايفين بقى الجلاش طري ازاي؟ ما تنسوش وانتوا بتعملوه تصلوا على النبي. بألف هنا.